أعزائي متتبعي قناة صدى فاست تيفي، تحية من الأعماق. نواصل رحلتنا إلى دولة كندا. الحلقة الثانية تحت عنوان في مدينة أوتاوا. كانت السماء ملبدة بالسحب، وندف الثلج تتساقط بشكل متواصل، حيث اكتست الأرض والأشجار حلة بيضاء، وكذلك كل الفضاءات أصبحت بيضاء متوجة بجلباب جميل ناصع. ركبت وابنتي السيارة في اتجاه مدينة أوتاوا التي لا تبعد عن مدينة غاتينو إلا ببضع كيلومترات، حيث يفصل المدينتين قنطرة فسيحة تمر فوقها السيارات والشاحنات. وخلال الطريق كانت السناجب تقطع الفضاء من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى بسرعة مذهلة، غير مبالية بالأخطار المحدقة بها نتيجة مرور السيارات والشاحنات، بحثا عن ما تأكله وتقتات به. وصلنا إلى مدينة أوتاوا على الساعة 6 مساء. طبعا أن مدينة أوتاوا تعد هي العاصمة الإدارية للدولة الكندية، وهي تعد من أكبر وأشهر المدن العالمية، حيث تشتهر بعماراتها الشاهقة وحدائقها الفسيحة ونافوراتها الجميلة. في هذه اللحظات كانت المصابيح المختلفة الألوان تتلألأ في شوارع المدينة، فقادتني ابنتي إلى رحلة استكشافية في شوارع هذه المدينة المبهرة، حيث وقفنا على تماثيل أشهر الفنانين الموسيقيين الكنديين، وكذا تماثيل تجسد عددا من المعارك التي خاضها الجنود الكنديون. كما توجهنا لزيارة قبر الجندي المجهول، وقادتنا هذه الجولة إلى مقر البرلمان الكندي الذي يتيح للمواطنين والمواطنات تتبع المناقشات التي يطرحها السادة البرلمانيون والبرلمانيات. وبعد ذلك توجهنا إلى بلدية أوتاوا، حيث اعتاد رئيس البلدية أن ينظم حفلات للمواطنين والمواطنات بين فترة وأخرى، وكان الجو يصدح بأنغام موسيقية رائعة رقص عليها الرجال والنساء والشبان والشابات من مختلف الأعمار. ومما أدهشني هو أن البلدية تظل مشعة بعد أوقات العمل، حيث خصص الطابق السفلي منها لمعارض الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات. وبعد زيارة مختلف أروقة البلدية توجهنا إلى المعهد الوطني للفنون الذي صمم بشكل فني رائع مبهر. هذا الفضاء الذي يحتوي على قاعات كثيرة، منها قاعة للمسرح، ومنها قاعة للسينما، وقاعة للحفلات، ومقشدة وغير ذلك من المرافق. شربنا القهوة
فعاد الدفء إلى أجسامنا، وأردنا أن نواصل هذه الرحلة، حيث توجهنا لزيارة مجموعة من الأسواق الممتازة الموجودة في هذه المدينة، حيث كانت تعرض مختلف البضائع من الخضر والفواكه والملابس المختلفة والعطور الذكية. ومما أثار دهشتي هو الغلاء الفاحش الذي يوجد في هذه الأسواق. لكن المشكل هو أن الحكومة الكندية دائما كانت تعمل لحساب المواطنين والمواطنات، فتؤدي لهم الأجور المناسبة لمسايرة الحياة، على عكس حكومتنا الموقرة التي لا تعير اهتماما للمواطنين والمواطنات، ولم تعمل شيئا من أجل محاربة الغلاء، هذا الغلاء الذي ضرب جيوب ورواتب المواطنين رغم ما تعرفه الأسعار الحارقة التي عرفها طوفان الغلاء. إلى هنا أعزائي عزيزاتي، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، ولا تنسوا دعمنا، لأن دعمكم هو دعم للصحافة الجادة. إلى اللقاء.